الحمد لله. اليوم خلينا نقول بعد يعني عقود من الظلم والطغيان حرم فيها حي الأكراد دمشقي من أدنى حقوقه الثقافية. اليوم أصغر معهد، يعني أستاذ كان يريد أن يعلم اللغة الكردية بالسر في تلك الأيام كان يتم اعتقاله. أي حركة فلكلورية الاحتفال بعيد نوروز كنا نعاني جدا. اليوم الحمد لله يعني بتعاون من المحافظة والتربية تم إنشاء مركز ثقافي مؤقت في حي الأكراد الدمشقي. اليوم في عنا ناشر تعليم لغة كردية، اليوم في عنا فرقة للفلكلور. خليني أقول التاريخ الكردي والتاريخ العربي هو واحد، يعني أبناء سوريا مصيرهم واحد. أكراد دمشق يعم ذلك. عمر حينا يتجاوز 950 سنة. نحن أصلاء في دمشق، أصلاء في سوريا كما العرب، كما جميع هذه المكونات. بالإضافة لذلك خلينا نقول شركاء بهذه الثورة منذ بدايتها. نتذكر جمعة آذاني وجمع أخرى. يمكن بالعرض المسرحي كانوا عم يتكلموا عن مجزرة الكيماوي. حينا كان عنده مجزرتين للاعتقال، مجزرة بتاريخ 18/10 ومجزرة بتاريخ 15/11. رحلنا فيها أكثر من 700 شاب بيومين فقط. جنة 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 يا وطننا، جنة جنة جنة. اليوم كلياتنا علينا والحمد لله. اليوم كلياتنا عم نتنفس. هذا الحي اليوم فعلا حابين نوصل رساله كافراد دمشق، مصيرنا واحد كسوريين. اللي بيجمعنا اكثر من اللي بيفرقنا. اليوم شفنا الثقافه فعلا عم تجمعنا، لما السياسه يكون فيها جدران عم تبني الثقافه جسور. هذه الجسور فعلا تعنينا وتمثلنا حقيقه. ما بدي اطيل عليكم، اغلب الناس عم تمشي، بس حابب احكي لكم اخر الشيء مثل ما كنا بجمعه آزادي هدفنا مع بعض وحابب